الحمد لله رب العالمين. لأن رمضان الأعمال فيه تضاعف والحسنات مضاعفة، يعني له ما في السماوات وما في الأرض. أكون قارئ ومنشد في الإذاعة والتلفزيون وكده، يعني إن شاء الله. بدأت تحفظ قرآن من امتى؟ ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهارده فيديو جديد من بودكاست ازاي. والنهارده معانا محمد الشريعي قارئ ومنشد، وان شاء الله يعني هنتكلم معاه شويه كده وهيقول لنا ايات من القرآن، وهيقول لنا بقى ازاي هو حفظ القرآن وحفظ القرآن في قد ايه. فما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعنا على الفيس وانستجرام وتويتر، وان شاء الله الفيديو يعجبك. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير ايه والله. الاخبار؟ الحمد لله. ايه كله تمام؟ الحمد لله بخير. مبسوط معانا يعني؟ والله من أسعد الناس والله. حبيبي الله يخليك. عايزينك في الاول يا محمد تبدا ايه؟ تبدا لنا الفيديو كده بقراءة الفاتحة. الفاتحة. اه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بص هنسألك شوية أسئلة كده بحيث الناس تعرف إيه، تعرفك الأول يعني. اتفضل. فقول لنا بقى الأول أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي محمد الشريعي. وعندك كام سنة بقى؟ عندي 16 وبدرس في الأزهر، والحمد لله خاتم القرآن كله بفضل الله تعالى، الحمد لله. وبرضك حصلت على جوائز عدة في مسابقات في القرآن الكريم وفي الإنشاد برضو. والحمد لله يعني. طب خلاص هنسألك في كل ده ما تخافش. حاضر. طب احنا يعني في الأول أنت قلت لنا أنت في الأزهر، في سنة كام دلوقتي؟ تاني سنة. يا الله يعينك. إيه ناوي على إيه إن شاء الله؟ والله اللي يكتب ربنا كل خير، بس أنا يعني حاطط هدف كده إن أنا أخش كلية مثلا الكليات الشرعية، يعني عامة بشكل عام أي كلية مثلا، بس أنا لسه محددتش كلية معينة فيها. أيوه. بس هي كلية من الحاجات الشرعية يعني. يا ربنا يكتب لك اللي أنت عاوزه يا باشا. إن شاء الله. ماشي. عايزينك في الأول كده بقى تقول لنا إيه أنت بدأت تحفظ قرآن من إمتى؟ والله أنا بدأت أحفظ قرآن وأنا من سن 6 سنين كده. تقريبا يعني 6 سنين. ماشي. وفضلت ماشي لحد ما خلصت وأنا عندي 11 الحمد لله، يعني أتممت وخلصت كله تمام وأنا كان عندي 11 سنة الحمد لله. يعني أنت حفظت القرآن كله في 5 سنين؟ ما شاء الله. كنا بقى ازاي بتبدا بتحفظ القران ازاي؟ والله اللي انا بيساعدك؟ حفظت القران عن طريق السماع. عن طريق مثلا اسمع في التسجيل، وابويا برضك هو كان عامل اساسي في ان انا احفظه كده، كان يعني اسمع منه واردد وراه. وبرضك يعني من سماع الشيوخ طبعا زي الشيخ المنشاوي كنت اسمع واردد وراه برضه، والحمد لله لحد ما اتممت على الطريقه دي يعني الحمد لله. ماشي. يعني انت بالنسبه لك الطريقه دي اسهل حاجه؟ وانا انصح بيها طبعا. طب انت يعني دلوقتي اكيد انت حفظت القرآن وانت عندك 11 سنة. فانت من 11 لحد دلوقتي انت بقى بتأكد على حفظك القرآن ده؟ ايوه مراجعة. ايوه مستمر عليها يعني؟ ايوه. ماشي يا باشا، ربنا يديك الصحة. الله يبارك. قول لنا بقى محمد، انت يعني ايه بتعمل ايه في يومك؟ يومك بيمشي ازاي؟ والله انا يومي بيبدأ كالآتي، ان انا بفتتح يومي ان انا بصحى لصلاة الفجر، دي اول حاجة طبعا. وبعدين بصلي وبرجع، يعني ان كان مثلا هجيب ورد من القرآن مثلا، او لو يعني ما قدرتش بروح. بعد كده طبعا
اليوم برضك ليا هوايات بحب أعملها زي الإنشاد مثلا. دي من أفضل الحاجات اللي أنا بفضلها. بما إن أنت بقى بتحب الإنشاد، قول لنا بقى حاجة إيه تحبها كده. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يروي لأصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. منهم علي ذو الوفا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يروي لأصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. منهم علي ذو الوفا. هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر. هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر. والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يروي لأصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. منهم علي ذو الوفا. يا باشا الله يفتح عليك. قول لنا بقى ايه، مين اكتر حد دايما من جنبك وبيساعدك في الدراسه وبيساعدك في حفظ القران وبيوديك مثلا الجامع عشان انت ما شاء الله عليك، يعني ايه دايما انت موجود في الجامع؟ والله بص، بالنسبه للموضوع ده هو مش حد، هم اكتر من حد بصراحه. قولهم بقى. اولهم طبعا زي ما قلت قبل كده والدي، ماشي ربنا يخليه. ان شاء الله يبارك. وعبد الله طبعا ما اقدرش انسى دور عبد الله، ان هو يعني معايا دايما في كل مشاوير وكده. الجامع مثلا هو على طول عبد الله، انا بروح معاه وباجي معاه، واي حاجه يعني اي حاجه حرفيا هو اللي بيروح ويجي معايا طبعا في كل حاجه. وابويا ووالدتي طبعا ما اقدرش انسى والدتي، ربنا يخليها. كان ليها دور بردك مهم في بردك زي ما قلت قرآن وغيره، وفي كل حاجة عامة بشكل عام، يعني مش مشاوير بس، لا كل حاجة. هم دول أبرز، يعني أبرز الناس اللي هم ساعدوني وليهم فضل عليا كتير بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. ربنا يخليهم لك يا الله باشا. يبارك. انت بقى من اهم الحاجات اللي انا عرفتك عن طريقها ان انا كنت اشوفك في الجامع في اذان الايه، في يوم الجمعة. فعاوزينك بقى ايه، نسمع الاذان منك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله ما شاء الله يا باشا. طب قول لنا بقى يا محمد، قول لنا بقى ايه آية بتحبها او جزء من القرآن بتحبه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. قول لنا بقى يا محمد ايه اكتر حاجه نفسك تحققها بعد ما تخلص مثلا الجامعه او بعد ما تخلص ثانويه او عموما في حياتك يعني؟ الطموح يعني هو كده. قول لنا نفسك تعمل ايه؟ والله طموح ان انا اكون قارئ يعني اكون قارئ ومنشد في الاذاعه والتلفزيون وكده يعني ان شاء الله. وبرضك طموحي برضك ان انا اكتر حاجه بحبها بعد التلاوه والانشاد وكده بحب برضك مجال الاعلام. ده مجال برضك بحس ان انا متميز فيه بصراحه يعني. بسم الله ما شاء الله عليك. نفسي احقق حاجه حلوه في المجال ده برضه. والله يا صديقي اتمنى يعني نكون ايه نقطه تحول في بعد الفيديو ده. ان شاء الله ان شاء الله الناس تشوفك ايه والناس تعرفك عشان انت شخصيه بسم الله ما شاء الله عليك يعني. الله يبارك فيك. والله انا يعني سعيد جدا بتواجدي معاك يعني والله. يا حبيبي محمد انت نورتنا والله. نورك الله يبارك فيك. ماشي عايزين نختم بقى بايه؟ بايات من القران كده. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طب بص يا محمد، بما ان الفيديو ده هينزل في رمضان فعايزك تقول لنا انت يومك هيمشي ازاي في رمضان؟ والله في رمضان الواحد بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني يكثف من الطاعات لان رمضان الاعمال فيه تضاعف والحسنات مضاعفه، يعني افضل الشهور عند الله هو يعتبر شهر رمضان، فالواحد بيحاول بقدر الامكان ان يكثف من الطاعات والاعمال الصالحه طبعا، ومن قراءه القران طبعا والذكر وما شابه يعني. يا ربنا يا باشا ربنا يبلغنا رمضان. امين ان شاء الله. وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. بما ان احنا هننزل الفيديو ده في رمضان فعايزينك بقى تقول لنا ايتين كده عن رمضان. آيات الصيام ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا باشا. الله يكرمك. في حاجة نفسك تقولها؟ والله بس في الختام يعني حابب اقول لك ان انا يعني سعيد جدا بتواجدي معاك وبس، يعني الحمد لله. والله يا صديقي احنا اللي مبسوطين وانت اللي نورتنا، نور. وان شاء الله الفيديو ده يعجب الناس كلها ان شاء الله. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتابعونا على الفيس وانستجرام وتويتر وتيك توك، وان شاء الله الفيديوهات الجايه تعجبكم وكل سنه وانتم طيبين.